أقول لكل ابن من أبناء شعبنا العربي، لكل مواطن في أي بلد مش فقط في شفعان، إذا اطلعتوا على هذه اللوحات التي تنطق تميزاً وروعة وجودة ورقياً وأناقة، كل منا يدرك أن السماء هي الحد. فعشان هيك بقول لكل واحد منا في مجال الثقافة بمختلف فروعها، والفن كذلك، والموسيقى كذلك، والصحة والبيئة والرياضة، وكل مجالات الحياة التي تعنى بها سلطة محلية، إذا واكبنا وراقبنا ما لدينا من خامات وطاقات ندرك ونكون على ثقة ويقين بأننا لا ينقصنا كشعب أي من المقومات والمركبات لنطير بأنفسنا إلى الأعالي، ولنقل دائما صوب إلى القمر. ممنوع نتنازل، ممنوع نعطي تخفيضات لأنفسنا، ممنوع نضل نتهم الآخر، ممنوع نضل نعلق على شماعة الآخرين تقصيرنا. فلنبدأ بأنفسنا أولا دون أن نعفي الآخر من المسؤولية، ولكن لا يمكن أن نتهم الآخر ونبرئ أنفسنا، لا يمكن إطلاقا. إذا بقينا هيك نضل نعلق تقصيرنا وتراجعنا للأسف على السلطة المحلية أو القطرية، حتى تعطيش للسلطة المحلية ولا رئيس البلدية تعطوش يشتغل على كيفه، ارفع رأسك عاليا ودم على الطاولة واطرق كل باب. ساعتها حتى زي احنا بدناش لا سمح الله، غصب عنا بصير بدنا. نحن نريد مواطن قوي، مواطن واعي، مواطن مدرك، وغير شكل لا يمكن أن نؤمل نجاة. فأنا موقن ومتأكد ومتفائل جدا خيرا بأننا في شفعان سنحقق النموذج الرائع ليكون قدوة يحتذى بها. وإذا عملنا هيك ونجحنا ورايحين ننجح، مش رايحين نكون عملنا غير الواجب تبعنا اللي ما نعملش منذ سنوات. فيعطيكم العافية. أمسية نتمنى لكل المشاركين فيها التألق والنجاح، ودائما نأمل وبكفيش لا سنعمل على أن نكون عنوان لبعض، مشان كلنا مع بعض نكون عنوان لبلدنا ولشعبنا.